أهلا بيكم يا شباب في بداية رحلتنا. قبل ما ندخل في الجد وقبل ما نفتح الكالي لينكس ونبدأ ندور على ثغرات ونعمل بين تيستينج، في سؤال بديهي جدا لازم نسأله لنفسنا ونجاوب عليه، وهو يعني إيه ويب أصلا؟ بص، القاعدة الأولى في الهاكينج بتقول إنك مستحيل تخترق حاجة أنت مش فاهمها. علشان كده في السيشن دي إحنا هنفصص الويب ده حتة حتة، وهنفهم اللعبة بتداري إيه ورا الكواليس. جاهزين؟ يلا بينا. تمام. اول مطب الناس بتقع فيه هو انهم فاكرين ان الانترنت هو الويب. لا، دول حاجتين مختلفين تماما. تخيل معايا كده مثلا ان الانترنت ده هو عبارة عن الشوارع والكباري. يعني هو يعتبر البنية التحتية اللي بتربط العالم ده كله ببعضه، كابلاته بسلوكه براوتراته بكل حاجاته. اما الويب بقى فهو العربيات والمحلات اللي بتكون موجودة في الشوارع دي. الويب هو مجرد خدمة من خدمات ضمن خدمات كتير جدا بتشتغل على الانترنت. يعني لما بتفتح البراوزر وتكتب جوجل دوت كوم، انت كده بتستخدم الويب اللي ماشي في الشارع بتاع الانترنت. واضحة دي؟ واضحة. طيب. طيب، الويب ده بيشتغل ازاي؟ العملية كلها عبارة عن علاقة بين طرفين، حاجة اسمها كلاينت وحاجة اسمها سيرفر. الكلاينت ده هو انت، جهازك، اللابتوب بتاعك او موبايلك، البراوزر اللي انت بتفتحه زي كروم وفايرفوكس. السيرفر بقى هو الكمبيوتر العملاق اللي متخزن عليه المواقع اللي انت بتفتحها. اللي بيحصل ان الكلاينت يبعت حاجة اسمها ريكويست للسيرفر، طلب يعني، بيقول له فيه لو سمحت انا عايز اشوف صفحة الفيسبوك مثلا. السيرفر بيفهم الطلب ويقوم باعت له الرد، ريسبونس، اللي هو شكل الصفحة اللي هو عايزها. العملية دي بتحصل في أجزاء من الثانية، طلب ورد، request and response. والحتة دي بالذات بقى هي ملعبنا الأساسي كبنتست. حلو قوي، السيرفر رد علينا، بس يوم ما هيرد فالسيرفر هيرد علينا بإيه؟ هيبعت لنا كود. فالبراوزر بتاعنا هياخد الكود ده ويترجمه للشكل الحلو اللي بتشوفه. الكود ده اساسه 3 لغات اساسيه، وهما ال HTML، ده الهيكل العظمي للموقع، الاساس اللي بيتبني عليه اي صفحه. تاني حاجه وهو ال CSS، ودي الهدوم والالوان والميك اب، هي اللي بتخلي الموقع شكله حلو ومنظم. تالت حاجه بقى وهي الجافا سكريبت، وده العقل او الحركه. يعني لما تدوس على زرار وتلاقي بوب اب طلعت لك، او تحدث داتا من غير ما البراوزر يعمل ريفريش، اللي هو المتصفح او الصفحه تعمل ريفريش، ده كله شغل الجافا سكريبت. كويب بن تيستر انت لازم تكون عينك متعوده على ال3 دول، لان الثغرات بتكون مستخبيه في تفاصيلهم. طيب، الكلاينت والسيرفر دول بيكلموا بعض ازاي؟ ايه اللغة المشتركة بينهم؟ بيكلموا بعض ببروتوكول اسمه HTTP او ال HTTPS لو كان متشفر البروتوكول ده هو اللي بينظم شكل الريكوست اللي رايح والريسبونس اللي راجع، كأنها قواعد او رولز بتاعت المرور اللي بتمشي بيها الداتا. وخد بالك احنا شغلنا كويب تيستر او كباج هانتر اننا بنقف في النص، نمسك ال HTTP ريكوست ده قبل ما يروح للسيرفر، نغير فيه، نلعب في الداتا، علشان نشوف السيرفر هيتلخبط ويطلع لنا ثغرة ولا هيرد بايه ولا متأمن صح ولا ايه دنيته. يعني من الاخر الويب هو خدمة على الانترنت قايمة على فكرة الكلاينت اللي بيطلب والسيرفر اللي بيرد، وبيستخدموا ال HTTP علشان يتواصلوا، والنتيجة بتظهر لنا ك HTML و CSS و JS. لو فهمت السايكل دي بتلف ازاي، انت كده حطيت رجلك على اول درجة في السلم. السيشن اللي جاية هنبدأ نتعمق اكتر ونشوف ازاي بنعترض الطلبات دي بأدواتنا. اشربوا قهوتكم وروقوا، واشوفكم السيشن الجاي. سلام.